مغامرات لولي وسوسو. مغامرات لولي وسوسو. ايوه، لو سمحت كنت عايزة اكتب قصة قصيرة عن الحياة الواقعية. الحياة الواقعية مرة واحدة؟ ايه ده؟ هي ممكن تتكتب مرتين؟ ظريفة يا سوسو. أنا قصدي يا حبيبتي الواقع ده كبير بس سهل. اكتبي 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 إيه يا سوسو؟ اكتبي عن يوم ما وقعت في الطابور. خير يا ولاد، متجمعين في الخير؟ لا، متجمعين في الحياة الواقعية. ماما هو يعني ايه حياة واقعية؟ انا اعرف بس الواقع الافتراضي. يعني انت تعرفي الواقع الافتراضي اللي هو مش موجود اصلا؟ مش عارفة يعني ايه واقع ملموس موجود؟ الحياة الواقعية يا سوسو يعني كل اللي بنعيشه في الحقيقة واحنا صاحيين في البيت، في المدرسة، في الشغل. اسمعي واكتبي اي حاجة عشتيها، المهم تبقى من قلبك. يعني اكتب ايه يعني؟ اكتبي مثلا عن الشجاعة. شجاعة ايه؟ ده انا بخاف من الضلمة. اكتبي عن يوم عملتي فيه حاجة حلوة. عملت فيه حاجة حلوة؟ والله يا ماما اكتر يوم عملت فيه حاجة حلوة في الكب كيك لما عملت انا وانت. شايف يا ماما؟ دي دماغها في الكب كيك والمارشميلو. يا جماعة عرضناها يا ماما. يا بنتي المدرسة مش عايزة بطلة خارقة، عايزة كلام بسيط بيوضح انك فاهمة يعني ايه الحياة الواقعية. يعني اكتب اني شاطرة في المدرسة؟ اكتبيها بس من غير كذب يا سوسو. يا سامح وبعدين؟ انا اتعلمت بس من كتر ما بتزعقولي. ظهر الحق. انا عايزاكي تفتكري موقف عشتيه وتكتبي عنه. فاكرة يا سوسو لما كنا بنجيب حاجات من السوبر ماركت ولقيت ولد غلبان على الرصيف، رحت اديتيله كيس الشيبس بتاعك؟ ايه ده؟ فعلا بجد عملت كده؟ يا ماما، وقتها رفضت ان انا اجيب لها واحد غيره، وقالت لي انا عايز احس ان الحاجه اللي طلعت دي اديتها لحد محتاج. وقتها استغربت من كلامها وانبسطت جدا من رد فعلها. يبقى اكتبي لكل طفل زيك، لما يشوف حد محتاج ما يبخلش عليه ويديله، لان ربنا هيعوضه عن الخير اللي عمله. خلاص هكتب لكل اللي بيشوفوني اني اتعلمت ان الحياة الواقعية هي الحياة اللي بنعيشها، بنأثر فيها وبتأثر فينا. مرة بتكون صعبة ومرة بتكون سهلة، بس المهم اننا نكون بنحس ببعض. وده موضوع الحلقة اللي هكتب عنه، مش كده ولا ايه؟